ابو جود قال يا حنين يا حنين حنين المعدل وصوت الرنين، وما عمر وقتي معايا يلين، وما شفت واحد بضيقي وقف بوقت الشدايد ووقت القتال ورفع البنادق ومشع النصال. حسبت الرفاقة بتضي الرجال، ولكن اسف احيا للاسف مواقف بتكشف لنا ناس مواقف زادت لي احراقي، مواقف لها مقياس تبين من رفاقي. وان سرت وان غبت يا صاحبي حسبتك سلاحي وما تختبي، وما حد سأل قال ما صار بي، وابو جود معروف وقت النكف. الا يا زمن بس يكفي كفا تعبنا كفايه وقلبك توا، وما عاد لقينا رجال الوفا، وبحر الرجال في الوقت جاف. يبيع الشدايد يبيع ولا شخص طاح ورجالي، بحرب يسيبوني وكل غدا قفا. إذا ساعة الصفر دقت ولا أشوف الذي كان جنبي سلا، وحتى أقرب الناس ما عاد جاب موقف عرفت وربي كشف. أواد فقط بس للطيرفة وكل عيل كان في موقفه، وإحنا لهذا الوعن كفا، وعاد المذلك ترد السلاف. أبو جودة لقول وافعل، أبو جودة كلمته كلمة، عسر في الوغى مع المقنف في القمة. ابو جود قال يا حنين يا حنين حنين المعدل وصوت الرنين، وما عمر وقتي معايا يلين، وما شفت واحد بضيقي وقف بوقت الشدايد ووقت القتال ورفع البنادق ومشع النصال. حسبت الرفاقة بتضي الرجال، ولكن اسف احيا للاسف مواقف بتكشف لنا ناس مواقف زادت لي احراقي، مواقف لها مقياس تبين من رفاقي. وان سرت وان غبت يا صاحبي حسبتك سلاحي وما تختبي، وما حد سأل قال ما صار بي، وابو جود معروف وقت النكف. الا يا زمن بس يكفي كفا تعبنا كفايه وقلبك توا، وما عاد لقينا رجال الوفا، وبحر الرجال في الوقت جاف. يبيع الشدايد يبيع ولا شخص طاح ورجالي، بحرب يسيبوني وكل غدا قفا. إذا ساعة الصفر دقت ولا أشوف الذي كان جنبي سلا، وحتى أقرب الناس ما عاد جاب موقف عرفت وربي كشف. أواد فقط بس للطيرفة وكل عيل كان في موقفه، وإحنا لهذا الوعن كفا، وعاد المذلك ترد السلاف. أبو جودة لقول وافعل، أبو جودة كلمته كلمة، عسر في الوغى مع المقنف في القمة.